اهلا بيكم في الحلقة التانية من مسلسلنا كايجو 8 جو. طبعا نهاية الحلقة الأولى كانت مفاجأة لأننا شفنا وحش الكايجو وهو بيخترق جسم كافجا وبيحوله كمان لوحش الكايجو. ويا ترى ايه اللي هيحصل في حلقة النهاردة؟ هو ده اللي هنعرفه سوا مع بعض. بتبدأ الحلقة بظهور المحاربة مينا أشيرو هي والنمر بتاعها عند المستشفى العام، وبتقابل كمان أفراد فرقتها وبتطلب منهم يستعدوا لهزيمة وحش الكايجو قبل ما يأذي الناس. وبنشوف حالة من حالات الاستعداد القصوى، طيارات الفرقة الثالثة بتقرب من المستشفى، ونشرات الأخبار بتطلب من الناس إن هم يستخبوا في المخابئ علشان يحافظوا على سلامتهم. وبعد كده بنرجع للمستشفى وبنشوف واحد من المرضى بيبقى خايف جدا ومرعوب لما شاف كافجا قدامه وهو متحول لوحش الكايجو. فرينو بيحاول يطمن المريض بان اللي بيحصل ده مجرد سوء تفاهم مش اكتر، وبيطلب من كافجا انه يبتسم للمريض علشان ما يخافش منه، ولكن كافجا بيكون شكله مرعب جدا وهو بيبتسم له لدرجة ان المريض بيغمى عليه من شدة خوفه. وكافجا بكل انسانية بيجري على المريض علشان يطمن عليه، وبيحط كمان ايديه على الحيطة، ومرة واحدة بنلاقي الحيطة اتدمرت بمجرد ما كافجا لمسها. ورينو وكافجا ما بيكونوش قادرين يصدقوا اللي بيحصل ده لان كافجا بقى قوي بشكل مرعب. في نفس الوقت ده مجموعة من المرضى بيخرجوا وبيشوفوا سبب الدوشة اللي بتحصل في الطرقة، وهنا بيلاقوا ان الحيطة مكسورة، وبيخرج كافجا وبيلاقي عدد كبير من المرضى في الدور، فبيدخل لأوضته تاني من شدة خوفه. ورينو بيطلب من كافجا ان هم يهربوا من المكان في اسرع وقت علشان قوات الدفاع ممكن تهجم عليهم في اي لحظة. وبعد كده بنشوف كافجا بيقرب من شباك الأوضة علشان يفتحه ويهرب منه، واول ما بيلمسه بنلاقي الحيطة كلها اتدمرت. ورينو وكافجا بينطوا من الأوضة علشان يهربوا من المستشفى. في نفس الوقت ده قوات الدفاع بتتحرك بالعربيات ورا كافجا علشان يقبضوا عليه، وبيعرفوا من خلال أجهزة الاستشعار انه بيهرب في اتجاه منطقة عمل محظورة، فبيتحرك كافجا ورينو في الشارع علشان يهربوا من قوات الدفاع. وهنا كافجا بيسأل رينو بيقول له تفتكر هينفع احقق حلمي وانضم لفرقة الدفاع؟ فبيجاوبوا رينو بيقول له طبعا لا، علشان انت دلوقتي بقيت وحش من الكايجو ولو شافوك هيقتلوك. وطبعا كافجا بيكون في قمة حزنه وغضبه علشان مش هيقدر ينضم لفرقة الدفاع بشكل نهائي، ولانه مش هيقدر يكون مع مينا أشيرو في فرقة الدفاع زي ما وعدها زمان. وبعدها رينو بيطلب من كافجا ان هم يدخلوا يستخبوا في مكان بعيد عن انظار قوات الدفاع، وساعتها كافجا بيعرف رينو ان في حاجة بتتحرك ناحيتهم، ورينو بيفتكر ان قوات الدفاع عرفت مكانهم وجاية تقبض عليهم، ولكن كافجا بيقول له ان الشيء اللي بيقرب منهم جاي من تحت الارض. ومرة واحدة بيحصل انفجار في الارض، وهنا بيظهر وحش تاني من وحوش الكايجو. وبنروح لقوات الدفاع وبنشوف مينا أشيرو وهي بتقسم قوات الدفاع لجزئين، اول جزء هيروح يواجه الوحش الجديد والجزء التاني هيواجه كافجا. وبعد كده بنرجع لرينو وبنشوفه وهو بيطلب من كافجا ان هم يستخبوا في مكان بعيد عن عيون فرقة المراقبة علشان مفيش حد يقبض عليهم او يقتلهم. وبننتقل بعد كده للمكان اللي ظهر فيه وحش الكايجو، وبنلاقي فيه طفلة صغيرة موجودة جوه بيت محطم وعمالة تعيط، وده لان والدتها وقع عليها الجدار ومش قادرة تخرج. اما والدة الطفلة بقى فبتطلب من بنتها انها تسيب المكان وتهرب بسرعة، ولكن الطفلة بترفض تتحرك من غيرها. وفي اللحظة دي بيظهر وحش الكايجو وبيكسر كمان جدار البيت من بره وبيكون عايز ياكل الطفلة، ولكن في اللحظة المناسبة بيظهر كافجا وبيضرب الوحش لكمة قوية وعنيفة جدا، وبيقدر كمان انه يبعده عن المكان. وساعتها الطفلة بتكون مستغربة اللي بيحصل ده وما بتكونش فاهمة اي حاجة. اما كافجا فبيكون منبهر بنفسه جدا علشان بقى قوي وقدر يضرب الوحش بكل سهولة. وبعد كده بيقرب كافجا من الطفلة علشان يطمن عليها، ولكن الطفلة بتكون خايفة جدا منه. وبنلاقي كافجا بيشيل الجدار من فوق والدة الطفلة، وهنا بيظهر رينو وبيطمن على الام ولكن بتبقى فاقدة للوعي. فرينو بيطمن الطفلة انه هيودي امها للمستشفى وهتتعالج وهتبقى كويسة. في الوقت ده بيظهر وحش الكايجو مرة تانية وبيقرب كمان من كافجا، وهنا بنشوف كافجا بيطلب من رينو انه ياخد الام والطفلة ويبعدوا عن المكان في اسرع وقت. وبعدها بيجهز كافجا وبيشحن كل قوته وبيستخدم كمان تقنية الصاعق، وبيقدر انه يضرب الوحش بلكمات قوية وعنيفة بشكل متتالي. ومرة واحدة بنلاقي وحش الكايجو طار في الجو وجسمه كله بينفجر وبينتشر في المكان لدرجة ان دمه بيتساقط على كافجا زي المطر. وبعدها كافجا بيقرب من رينو، والطفلة اول ما بتشوف الدم اللي على جسم كافجا بتخاف منه جدا، وساعتها كافجا بيقرب منها
منها وبيطمنها ان بعد شويه قوات الدفاع هتوصل للمكان، وبيقول انه هيتحرك في اسرع وقت، وبيطلب منها انها ما تخافش منه. فبيتحرك كافكا وبيبعد عن الطفله، ومره واحده بتوقفه وبتشكره لانه انقذ والدتها وحماهم من الوحش كمان. في الوقت ده كافكا بيفتكر كل ذكرياته مع مينا اشيرو وهم صغيرين، وبنشوف مينا اشيرو وهي بتشكره لانه وعدها انه هيفضل جنبها طول العمر. وبنرجع لرينو بنلاقيه بيطلب من كافكا ان هم يهربوا بسرعه من المكان لان قوات الدفاع ممكن توصل في اي لحظه. وساعتها بنشوف كافكا بيقول له انه عايز ينجح في اختبارات فرقه الدفاع علشان يبقى موجود جنب مينا اشيرو. وبعدها بتوصل مينا اشيرو فرقتها للمكان، وبتبقى مستغربه من المنظر اللي حصل ومش فاهمه اي حاجه، فبتقرب من الطفله وبتطلب منها تشرح لها اللي حصل كله. والطفله بتحكي لمينا اشيرو على كل حاجه، وساعتها مينا اشيرو بتطمنها انها تقضي على كل الكايجو اللي موجودين في المكان. والطفله بتطلب من مينا اشيرو انها ما تاذيش الكايجو الطيب لانه هو ده اللي انقذ والدتها. ومينا اشيرو بتكون مستغربه جدا من كلام الطفله وما بتكونش فاهمه ازاي وحش ينقذ الناس ويقتل كمان وحش شبهه. وبعد كده بيمر 3 شهور على الواقعه دي، وقوات الدفاع بتحاول طول الوقت انها تدور على الكايجو الهربان اللي بيكون كافكا، وبيطلقوا كمان عليه اسم رمزي وبيسموه الكايجو الثامن. وبعدها بنشوف رينو وهو في شركه التنظيف ورئيسه بيسلموا رسالتين، اول واحده بتبقى علشانه والتانيه بتبقى علشان كافكا. فبيستلم رينو الجواب بتاعه وبيعرف انه نجح في الاختبار الاول من اختبارات قوات الدفاع، وعلى طول بيخرج رينو للشارع وهو فرحان، وبيفتح رساله كافكا وبيعرف ان هو كمان ناجح في الاختبار. وبعد كده بيوصل رينو لموقع التنظيف وبيقابل كافكا وبيفرحه علشان ناجح في الاختبار. ورينو اول ما بيشوف كافكا بينفعل عليه جدا لانه بيتحول في فتره الشغل لشكل الوحش، فبيحذره رينو وبيقول له انه طالما موجود في الشغل يبقى لازم يحافظ على شكله الطبيعي علشان مفيش حد يكشفهم. وساعتها كافكا بيعتذر له وبيعرفه انه مش هيعمل كده مره تانية. ورينو بيسلم كافكا رساله اجتياز المرحله الاولى في الانضمام لفرقه الدفاع، ولكن بيلاحظ ان هو مش مبسوط بشكل كبير، فبيساله على سبب عدم فرحته دي. فبيجاوبه كافكا وبيقول له انه طول السنين اللي فاتت بينجح على طول في الاختبار الاول وبيفشل في الاختبار الثاني. ورينو بيعرف كافكا انه في الاختبار الثاني ما ينفعش يبين جسمه كوحش لان ضباط الشرطه هيكونوا موجودين في كل مكان وممكن يكشفوه ويقتلوه. فكافكا بيجاوبه انه في كل الاحوال هيقدم في الاختبار مهما كانت الصعوبه اللي هيواجهها. وبيعرفه كمان انه على مدار ال3 شهور اللي فاتوا كان بيحاول انه يخفي حقيقته ويرجع لانسان طبيعي ولكن ما قدرش. وبيقول له كمان ان سنه وصل ل 32 سنه ودي اخر فرصه ليه في التقديم في فرقه الدفاع. فرينو بيطمنه بيعرفه انه هيفضل جنبه مهما حصل، حتى لو سره اتكشف هيفضل معاه وهيحميه. وبعدها كافكا بيحاول يفتح ازازه الميه ولكن مش بيقدر، فبيتحول لوحش وبيكسر الازازه. وساعتها رينو بينفعل عليه جدا وبيعرفه انه سحب كلامه اللي قاله له من شويه، وبيطلب منه ما يقدمش في الاختبار الثاني لانه مش هيعرف يسيطر على نفسه. وبعد كده بنشوف كافكا وهو عمال يتحايل على رينو وبيطلب منه كمان يخليه جنبه ويساعده، وبيعرفه انه هيقدر يسيطر على نفسه في وقت الاختبار. فرينو بيقول له يا عم خلاص هساعدك وهفضل جنبك، وبيطلب منه انه يرجع لشكله الطبيعي لان وارد ان عمال التنظيف يوصلوا للمكان في اي لحظه. وبعد كده بيمر 10 ايام وبنوصل ليوم الاختبار الثاني في فرقه الدفاع، وعلى طول بنروح لموقع الاختبار واللي بيكون عباره عن قاعده عسكريه. وبيوصل كافكا ورينو للمكان، ورينو بيكون مبهور جدا بالموقع لانه بيكون كبير جدا وضخم. وساعتها رينو بيحذر كافكا وبيعرفه انه لو اتحول هنا هيموت في اسرع وقت، وده لان القاعده بتكون مؤمنه من كل اتجاه وفيها كمان اعداد كبيره من العساكر والجنود المدربين على مستوى عالي جدا. فكافكا بيطمنه وبيعرفه انه هيقدر يسيطر على نفسه، وبالفعل بيستعدوا علشان يسجلوا اسمائهم في كشف الحضور. وفي اللحظه دي بتظهر فتاه جايه تختبر معاهم وبتنادي كمان على كافكا وبتوصفه انه عجوز، فبيقرب منها كافكا وهو غضبان جدا وبيعرفها انه لسه شاب وعنده 32 سنه وانه مش عجوز يعني زي ما هي ما قالت. وبيطلب منها كمان انها تعتذر له، ولكن الفتاه بترفض الاعتذار وبتصمم على كلامها بانه عجوز وكبير في السن. ومن الناحيه الثانيه بنلاقي رينو بيعجب بالفتاه وبيعرف كافكا ان كلامها كله صح وانه فعلا عجوز. والفتاه بتطلب من كافكا انه يبعد عربيته علشان تعرف تركن عربيتها على الرقم 55، وده اللي بيكون نفس الرقم اللي كافكا راكن فيه عربيته. وساعتها كافكا بينفعل عليها جدا وبيعرفها ان في اماكن كتيره فاضيه وممكن تركن في اي مكان تاني، ولكن الفتاه بترفض وبتعرفه ان رقم 5 ده يبقى رقم حظها وهي عايزه تركن مكانه. ولكن كافكا بيصمم
على رفضه ده. ومره واحده بنلاقي الفتاه دي بتكون لابسه بدله حراريه خارقه وبتقرب من العربيه وبتشيلها بكل سهوله وبتحدفها لبعيد. وهنا كافكا ورينو بيكونوا مستغربين من قوه الفتاه الخارقه، وبيكون في قمه غضبه لان العربيه اللي باظت هي عربيه شركه التنظيف وهو اللي مسؤول عنها. ومن ناحيه تانية رينو بيسالها على اسمها، فبتجاوبه بتقول له ان اسمها يبقى شينوميا كيكورو ورقمها في الممتحنين هو 2016، وبتعرفهم ان هوايتها انها تقتل وحش الكايجو، وبتطلب منهم يفتكروا اسمها كويس جدا. وبعدها شينوميا بتقرب من كافكا وبتشم ريحته وبتعرفوا ان ريحته شبه ريحه وحوش الكايجو. ولحد هنا بتخلص حكايتنا النهارده. قولوا لي بقى يا اصدقائي في الكومنتات ايه اكتر جزء عجبكم الحكايه، وما تنسوش كمان تكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين. سلام.